السلام عليكم، تحية كبيرة لكم. أنا عاود إن شاء الله بعد غياب طويل. اليوم فينا موضوع جديد باش ما نطولوش الهضرة، ندخل ديريكت في المواضيع، ندخل في المعلومات المفيدة. لاحظت أنه الناس بزاف تعاني كي تحب تجيب واحد هنا لألمان زيارة عائلية، سواء حتجيب باباك، حتجيب موك، حتجيب خوك، اختك، واحد من العائلة، صديق. كاين ناس بزاف تعاني في المراحل، ما يعرفوش منين يبداو، ما يعرفوش كيفاش يديروا، يعانيو بزاف. كيحبوا يحكموا رانديفو في الجزائر في البيرو في اف اس، لانه ما تقدرش تدفع الدوسي في السفاره، تدفع عن طريق فيديو تدفع عن طريق مكتب الفي اف اس. اليوم حنبدا لكم الطريقه باذن الله كيفاش تبدا المراحل من الاول للاخر. نبداوها، حنقسم الفيديو الى 3 فيديوهات او 4 فيديوهات، لانه مانيش حاب ندير لكم فيديو طويل، حاب اكثر انكم تستفادوا وندخلوا في الموضوع مباشره. حنبدا لكم الطريقه الاولى، هي اول خطوه تبدا بها. كما قلت لكم الفيديو راح نقسمه على عده فيديوهات. كيفاش تبدا هنا في الالمان، كيفاش حتى تحكم رونديفو، واش الاوراق اللي تحتاجهم باش تروح تدفعهم في الجزائر. كما قلت لكم من الاول للاخر حتى يجي الضيف تاعكم هنا للالمان. كما تعرفوا كاينين زوج انواع تاع الانفيتاسيون اللي تروح ديرها هنا في البلديه. هذيك نقدر نقول لكم تقريبا ما عندها حتى معنى، يعني ما فيهاش غارونتي ديرها فيكو في الحشيش كما نقولوا حنا باللغه تاعنا العاميه. اما الطريقه الثانيه اللي هي تاع انك تضمن فيه، هذه هي اللي يعطيوك باذن الله 100%. حنا نعطيكم الطريقه والاوراق تحتاجوهم انك الضيف تاعك يجي باذن الله تعالى 100% هنا للالمان. تبعوني خوتي من الاول حتى الاخر، ما تقعدوش تفوتوا الفيديو. اذا كانت حاجه ماهيش مفهومه خليوا لي في كومونتير، نحاول اني نعاود ندير لكم عليها فيديو ونشرح لكم بالتفصيل كالكو سوا لي فورمولير كيفاش تعمروهم، اي حاجه تحتاجوها. هذه اسمها Verpflichtung Erklärung بالالمانيه. Verpflichtung Erklärung دوك تلقاو كلشي يخرج لكم الاسم تاعو هنا في الفيديو. Verpflichtung هذه وين نديروها؟ ما نديروهاش في البلديه، نديروها في مكتب الهجره والاجانب في المقاطعه في البلاصه اللي راك عايش فيها، مش الشطات، الكرايس اللي راك عايش فيها. مكتب الهجره والاجانب بالالمانيه اوسلندا بهذا. كيفاش نبداو الخطوات الاولين؟ اول حاجه لازم ديرها هي لازم انك دوك نروح مع بعضنا للميكرو ونبداو الاجراءات من الاول للاخر. كيفاش تلقاو اي انسان وين يسكن، واش يكتب، واش يحط. اذا ما فهمتوش او ما عرفتوش او ما لقيتوش الموقع، ما قدرتوش تدخلوا الموقع، تقدروا تتصلوا بهم مباشره على الهاتف ولا تروحوا لهم مباشره للمكتب الاجام ويعطيوكم جميع الاوراق. احنا هذا اليوم حنشوفوه مع بعضنا في الفيديو. كما قلت لكم خوتي، ندخلوا مع بعضنا، تروح ديريكت مباشره لجوجل باش ما نطولوش. رانا في جوجل كروم، تكتب هنا، ما باليش اسكو تبالكم ولا مش تبالكم، هنا نكبروا الكتيبه Verpflichtungserklärung، تحط الكرايس اللي راك تابع ليها، معناتها الولايه اللي راك تابع ليها انت. اي انسان هنا في الالمان يحط هنا، تكتب Verpflichtungserklärung وتحط الولايه اللي تابع ليها باش يخرج لك المكتب مباشره. كما احنا راكم تشوفوا هنا انا تابع لولايه الكرايس، ها هي وين الكرايس باد كرويتسناخ. ندخل مباشره تلقاو هنا في فليش اغري، تخرج لك الاولى او الثانيه. هنا ماك بلات هذه تخرج لك ديريكت على الفورميلار وكذا. هنا ندخلوا مباشره للضوء على هذا الاول، تخرج لكم هنا جميع المعلومات. هنا يخرج لكم جميع الملفات اللي تحتاجوهم. انا قلت لكم هذه تخرج لكم في اي بلاصه، كل تختلف يعني هذه كي تدخل ليها. احنا هاي لاند كرايس باد كرويتسناخ. نتوما كي تدخلوا اي كان في المقاطعه اللي تابعين ليها ولا البلاصه اللي تابعين ليها، كل واحد تخرج له زي، ولكن الملفات والباقي يخرجوا نفسهم. انا اصلا راح نكتبهم لكم، تلقاهم جميع الملفات هنا في الفيديو، حنشرح لكم بالتفاصيل. هنا واش تحتاج بالخطوات، هنا بكل حاجه واش راكم تحتاجوا. نبداوها اول حاجه واش تحتاجوا جيهالتس بيشاينيغون، يعني نحكي على الشخص اللي هنا في الالمان. هو اصلا قبل انت ما تبدا الاجراءات هذو الكل تعيط لهم بالتليفون، رقم تاع الهاتف تلقاوه ديروا كونتاكت، تلقاوه في نفس الصفحه تاع البلاصه كما قلت لكم راكم تابعين ليها. ها هو رقم، مثلا ها هو كما هنا عندي انا رقم الهاتف، تتصلوا بهم. واش من غرفه تتصلوا بهم تحكموا رونديفو. اول حاجه هي لازم رونديفو، لانه رونديفو خاوتي راهو يطول، يعني كل ما طولوا كل ما يطول عليكم الحال. يعني انتم اللي خاسرين. الرونديفو قادر يطير لك منا على شهر ونص، شهرين، حسب البلاصه اللي راك فيها. مثلا انا سيت مره الرونديفو عطاوني منا على شهر، يعني عندك الوقت انك توجد الاوراق كامل اللي راك تحتاجهم. بعد ما تحكم رونديفو تروح مباشره
هنا الاوراق اللي فورميلار اللي من بعد تعمروهم باش ما نخلطهاش عليكم. كما قلت لكم اول حاجه اول خطوه ديرها هي تتصل، ماشي اني نوامر هذو خوتي، ماشي نوامر هذو، اني قلت لك كل واحد والمقاطعه تاعو، اللي تابع المقاطعه اللي تابع الولايه اللي راني تابع ليها انا حاجه باينه كي يدخل يلقى نفس النوامر، ولكن نتوما حسب البلاصه اللي راكم فيها. هذه تسقام لكم قيمتها ب 29 اورو، هذه الورقه هذه تخرجوها لكم يعطيوها لكم في نهاركم، صا ديبون، كان اللي يقولوا من على سمانه ورواح، كل واحد وكيفاه، هي الاكثريه يمدوها لكم في نهارها. تسقام قيمتها 29 اورو. الاوراق اللي تحتاجوهم خوتي وشي هما، انا راني مبسطهم وكاتبهم في ورقه من قبل، اللي هي تحتاج الجيهالت بشاينيغونغ تاع 6 شهور، يعني اللون ابغيشنون كيما نقولوا حنا، الورقه تاع السلاك تاعك تاع 6 شهور اللي قبل، هذه ورقه، ودوك كل شيء يخرج لكم في الميكرو مكتوب كيما قلت لكم. واش تزيد تحتاجوا الشطويه بيشايد، الناس اللي خدامين شطويه بيشايد تاع العام اللي قبل، معناتها راك ديكلاريت الضرايب تاعك، سواء ديرهم وحدك ولا تروح عند شطويه بيراتا اللي يخدم الضرايب هو اللي يديرها لك، وبعد ما تدفعهم للفينانس امت هما يرجعوا لك. هذيك الورقه هي شطويه بيشايد، هذيك لازم تعطيها لهم بلي راك تدفع في الضرايب تاعك، راك كل شيء تاعك ريقلو هنا. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه اللي هي باس، سواء الباسبور تاعك ولا الاوفنتهالت ولا الاوسفايز تاعك، يا تدي الباسبور تاعك، لا عندك باسبور الماني تدي معاك، لا ما عندكش باسبور الماني عندك الا اقامه تدي لا كارت تاع الاقامه هذيك تاعك كيما نقولوا الكارطه تاعك الاوسفايز. ثالث حاجه تدي المعلومات تاع الشخص اللي راح يجي، سواء باباك سواء موك سواء خوك سواء صديقك ولد عمك، المهم ليسونسيال اللي حاجه تدي المعلومات تاعو. سي ميو يبعث لك فوتوكوبي، تاع باسبور احسن واحسن. هذه 29 اورو حكينا عليها، هذه اللي كنا حكينا عليها 29 اورو. اربايتسفاتراغ اللي هي عقد العمل تاعك، هي العقد العمل تاعك، فهمتوا بلي راك خدام عندك عقد عمل، وتدي معاك ورقه واحده اخرى الميت فتراغ هي شهاده الايجار بلي راك انت راك كاري، واذا كنت انت ماكش كاري كان عندك ملك هنا في الالمان تدي الكوف فتراغ، عندها الورقه تاع الشراء تاع المنزل اللي راك فيه ولا الشقه، او الجروند بوخ او ستسوق، ولا الورقه تاع العقار هذه كيما نقولوا تجيبها كيما نقولوا حنا من دار التراب اللي عندك. ناخفايز اوبا نيبنكوستن، هذه تقريبا ما يطلبوهاش تاع نيبنكوستن، تقدر دير لهم الكونتو او ستسوق تاعك، الورق اللي تخرجهم من البنك، هذوك الورق اللي تقدر تخرجهم كل شهر ولا كل عام كيما تحب، ودي فوا كيما تخرجهم يبعثوا لك اوتوماتيكمون البنكه تاعك. هذه تقريبا ما تحتاجهاش، ما تديوها ما والو، باسكو راكم ديتو لهم اللون ابغيشنونغ، وراكم ديتو لهم سواء الكونترا تاعكم وديتو لهم الكونترا تاع الدار، يعني فيها كلش. واخر حاجه اللي هي الفورميلار كيما قلت لكم كي تدخلوا راك تلقاهم كلشي هنايا، كي تزيد تدخلوا هنا ماك بلات تسوف فليش انكليون، هنا كي ندخلوا ليها يخرج لكم هنا الملف ثاني فيها كلشي الشرح تاعو بالتفصيل، واش تحتاجوها كيما الميت فتراغ اللي حكيت لكم عليها كلشي بالديتاي. هنا تلقاو فيها جميع المعلومات اللي تحتاجوهم وجميع الشروط ولا القوانين. وهنا لي فورميلار كيما قلت لكم اللي ما يعرفش يعمرهم قادر ندير لكم عليهم فيديو ان شاء الله، نعطي لكم الطريقه الصحيحه. هذه تقدر تجيب الضيف تاعك لمده 3 اشهر، يعني يقدر يقعد عندك حتى 3 اشهر. كاين هذيك تاع 3 سنين ولا 5 سنين، هذيك نديروا عليها كاش نهار ان شاء الله فيديو واحد اخر. حنا كيما نقولوا تاع انسان اول مره من الاحسن دير له غير تاع 3 شهور، فهمتوا تاع 3 شهور في الاول ساعه تضمنوا يعطيوكم، يجي اول مره يعاود يرجع. كاينه حاجه مهمه ما حكيت لكمش عليها اللي هي سا ديبون حسب المنطقه اللي راكم فيها، اللي هي الكاوتسيون سواء الضمان باش يجي الشخص اللي حد ترسلوا له واللي يجيكم مثلا من الجزائر. حنا كانت عندنا من قبل مدارينا انك 5000 اورو تحطها مجمده كيما نقولوا حنا، كي يعاود الضيف تاعك تكمل مده الاقامه تاعو يعاود يرجع للجزائر يرجعوا لك ال 5000 اورو هذيك في الكونتاك، اذا ما رجعش يديوها لك وممكن يزيدوا يديروا لك غرامه، وحتكون اول مره واخر مره انك تزيد دير انفيتاسيون، يعني حيتسبب لك في مشاكل كبيره. يعني من الاحسن الضيف تاعك اللي يجي يشوف يعيش ويعاود يرجع.
باش ديما اونكو كي دير له ما يديروا لك حتى مشكل، سواء هو ما يفسد عليك ما يفسد على الناس واحد اخرين. هذه يا خاوتي لازم نتوما تشوفوا راه ما نحاوهاش بارتو. حنا كانت من قبل كيما قلت لكم 5000، وراهي لاصوم هذه راهي تختلف من حسب من مقاطعه لمقاطعه. حنا جيتنا كيما قلت لكم نحاو عندها عامين ولا 3 سنين نحاوها. مناطق واحد اخرين كاين حتى 15000، كاين حتى 30000، كاين اللي ما عندهمش خلاص. يعني لازم تتاكدوا من هذه الحاجه، لازم على بها لازم تدخلوا الموقع الولايه اللي راكم متابعين ليها. ان شاء الله يكون الشرح تاعي مبسط وان شاء الله كنتوا استفدتوا. عندي مده طويله ما درتش فيديوهات، ما على باليش اسكو راني حكيت بالزربه ولا ان شاء الله تكونوا فهمتوا. اي حاجه ليسونسيال، اي حاجه ما فهمتوهاش، اي عراقيل اي عفسه، كتبوها لي في لي كومونتير، نحاول ان شاء الله نعاود ندير لكم عليها فيديو، نحاول نشرح لكم بطريقه مبسطه، لاني مانيش حاب انه الفيديو يجي طويل بزاف وانتم تملوا وتكرهوا. هذه هي. باقي الخطوات الجايين نشرح لكم الفيديو الجاي. كما قلت لكم الورقه هذه مع تدفع لهم ويعطيوها لك مباشره في اذا قبلوا لك الدوسي تاعك اذا كان مقبول باذن الله وتوفروا فيك جميع الشروط يعطيوها لك مباشره ثم في نفس النهار، ماهيش حتطول خلاص. اي استفسار خاوتي خليوها لي في لي كومونتير، ما تنساوش جام. اي استفسار نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله ونزيد نكمل لكم الخطوات الجايين. تحياتي، السلام عليكم.